بيبدأ الحماس وانت بتقول لنفسك في الحمام المرة دي انا هجيبهم كلهم في الكوباية، وبعد 5 ثواني تنزل نصها على الارض. فلو الدكتور طلب منك عينة من السائل المنوي عشان يقيم مستوى الخصوبة عندك، الله يخرب بيتك لبيت العينة لبيت الدكتور. هجيب منين؟ هجيب منين؟ انت فاكراني ايه هولاكو؟ ايه افضل طريقه تحضر بيها العينه عشان توصل لنتائج مظبوطه؟ اهم معلومه لازم تعرفها انك لازم تكون مانع الجماع او العاده السريه لمده من 3 ل5 ايام، والمده دي تحديدا عشان الحيوانات المنويه ما يكونش عمرها قصير ولا كبير قوي. كمان من الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها انك تجمع السائل المنوي اللي بيخرج كله في القب اللي المعمل بيديهولك. يعني لو وقع جزء على الارض وجزء في القب فدي عينه مش كويسه. معظم الاوقات انت بتدي العينه في المعمل، بس لو هتعمل العينه في البيت وهتوديها المعمل مهم تبقى عارف ان معلومتين دول ما تعملش العينه الا قبل ساعه من مروحك للمعمل. كمان حاول تحافظ عليها في درجه حراره مشابهه لدرجه حراره الغرفه، يعني من 20 ل 37 درجه مئويه. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك وفولو عشان يوصلك كل جديد.